لو كان الغناء حراما ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم. من أعجب ما سمعت ربما في حياتي، وكذلك ربما أنتم، أن زائغا من الزائغين لا أدري من هو نسيته ومثله ينسى، قال: لو كان الغناء حراما ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم. في الفضائيات. هذا هو الضلال المبين.